ما في شيء اسمه إمامة ورب الكعبة، والله ما في شيء اسمه عصمة، ولا في شيء إن اسمه الإمام الجواد يعلم الغيب وحدث له كيت وكيت، ما كان يعلم الغيب الإمام الجواد وقتلوه وعملوه. كل هذه من أكاذيب المجوس. ففهمت؟ فدول هؤلاء الذين عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعصوا أمر الله تبارك وتعالى، فيأتوا يوم القيامة يقولون يا ليتني كنت تراب. فأنت كده ممكن هتكون منهم، يعني إن لم تتب وتكون من أهل السنة والجماعة. ما جيبوا تعالى هاتوا ندعسوا. ده أنا بحب أجيب أمثال هؤلاء للدعس، نفضحهم أمام عوامهم. نحن هذه الأصوات اللي نريد أن نخرجها إن شاء الله 20 شخص على هذه العقيدة الصحيحة الصافية من ترك دين الآباء والتمسك بكتاب الله تبارك وتعالى. جد عمر فتح بلاد فارس، أما أنتم فاتحين الخيم والمتعة. فأنت تعرف ما تجيبش سيرة جد عمر، لأنه زوج بنت الإمام علي يا مغفل. بيطبلوا للشيعة أو بيظاهروا ويجملوا منظر الشيعة أهم اللي حاطين صورة خامنئي. إيه؟ أنتوا كنتوا بتقولوا كان يقاتل ويجاهد، وطالعين هم بيطعنوا في الصحابة وبيسبوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني يا شيخ، يعني آل محمد كانوا على نهج السلف، يعني أيوة نهج السلفية، يعني آل محمد كانوا على نهج الصحابة وآل البيت. آل محمد كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنه عائشة زاني؟ لا، عائشة لم تزني. قد تكون أمك التي فعلت ذلك في الخيمة ثم أنت نسبتها إلى أم المؤمنين عائشة. أما تروح قول لأمك مين بابا، لأن ممكن تقول لك بابا معمم كان في خيمة في الأربعينية.